تخيل إنك جندي في أسطول بحري ضخم، وفجأة تلاقي عدوك بيحدف عليك نار ما بتطفيش. تحاول تطفيها بالمية تولع أكتر، تحاول تهرب منها تلاقيها ماشية وراك فوق موج البحر. لو فاكر إن قذيفات اللهب اختراع حديث، تبقى متعرفش حاجة عن النار العربية، السلاح المرعب اللي خلى العرب ملوك البحار من 1000 سنة. الموضوع ما كانش مجرد نار عادية، دي كانت خلطة سرية كيميائية معقدة جدا. العرب طوروها وسموها النفط. كانت عبارة عن مزيج من مواد كبريتية وزيوت نفطية بتتحط في دور نحاس، وبتترمي بمنجنيق أو بتتضخ من مواسير نحاسية زي خراطيم المطافي النهاردة. أول ما النار دي تلمس خشب السفن أو حتى هدوم الجنود، كانت بتلزق كأنها صمغ وتفضل تحرق في كل حاجة. والمفاجأة إن المية كانت بتزودها اشتعال مش بتطفيها. السلاح ده كان هو الردع النووي في العصور الوسطى. في معارك كتير الروم والفرنجة كانوا بيشوفوا السفن العربية بيجروا من قدامها، لأنهم عارفين إن مفيش درع بيصد النار دي. المهندسين العرب صمموا قوارير نفطية زي القنابل اليدوية بالظبط، كان الجندي بيحدفها بإيده وسط جيش العدو عشان تعمل انفجار وحريقة ما تطفيش، لدرجة إن المؤرخين الأجانب وصفوها بإنها النار التي تأكل الحديد. يعني وإحنا بنتكلم عن أسلحة الدمار الشامل النهاردة، لازم نعرف إن أجدادنا كانوا ملوك الكيمياء الحربية اللي رعبت العالم لقرون. لو أول مرة تسمع عن سلاح النار العربية، اضرب اللايك وقول لي في التعليقات تفتكر لو السلاح ده لسه موجود النهاردة كان هيغير إيه؟ واشترك في كريبتون عشان الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن صيدلية الطبيعة وأغرب علاج اكتشفه العرب. سلام.